اغلب الناس فاكره ان وجع الكعب من الاملاح، وان علاج الاملاح فوار الاملاح بتاع الصيدليه. يا محمد يا محمد، ايوه. الله يبارك لك يا ابني. كعبي بيوجعني، قالوا لي دي املاح، فمحتاجك تروح تجيب الفوار للاملاح من الصيدليه. استنى يا محمد. في ايه؟ خلوا بالكم من الهبده دي. اغلب الناس فاكره ان وجع الكعب من الاملاح، وان علاج الاملاح فوار الاملاح بتاع الصيدليه، لدرجه ان بقى عندنا ازمه في الصيدليه في الفوارات مش لاقيينها والله. نخلي بالنا ان اشهر سبب لالم الكعب من تحت والتهاب فرشه الرجل، ليس له علاقه بالنقرس. والنقرس او الاملاح مرض متكامل الاركان. شويه هبدات، البنت عندها نقرس، النقرس ما بيجيش في البنات الصغيره، يجي في السيدات بعد انقطاع الدوره. ان النقرس هو اشهر سبب لالم الكعب، لا دي هبده. النقرس ما بيجيش في الغالب الا في كبار السن. وان كمان النقرس ما بيتشخصش بتحليل حمض البوليك او اليوريك اسيد، لا ده مرض ليه مواصفات متكامله. طب يا دكتور النقرس هنعالجه بالفوار؟ علاجه مش الفوار. النقرس املاح زايده اترسبت في المفصل عملت الم والتهاب، بندي مضادات الالتهاب كولشيسين او كورتيزون او مسكنات، وبنخفض اليوريك اسيد ده كمان بعد النوبه ما تعدي، مش بالفوار خالص، بحاجه اسمها الالوبيورينول او الزيلوريك. وده اهم واحسن حاجه في علاج الموضوع ده، حتى مش الفيباكسوستات اللي بيتكلموا عنه كتير، الالوبيورينول او الزيلوريك بتاع زمان هو اللي بيخفض حمض البوليك. الدواء بتاع زمان مش الفيباكسوستات ولا الفوار خالص. وكل هبده وانتوا طيبين.